بعد فوز مصر بكاس الامم الافريقيه الثاني ليها على التوالي، بتدخل مصر مرحله جديده من البطولات، وبتكون اولها التصفيات المؤهله لكاس عالم 2010 اللي بيقرر فيها الاتحاد الافريقي لكره القدم ان هو يدمج التصفيات المؤهله لكاس العالم بالتصفيات المؤهله لامم افريقيا. ولكن بتكون الدنيا مع المنتخب المصري مش احسن حاجه، فيها ايام حلوه قوي وفيها ايام صعبه جدا. ولكن ايه اللي حصل بالظبط ده اللي هنعرفه في الجزء الثالث لحكايه الجيل الذهبي لمنتخب مصر. مع بداية التصفيات بيقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم دمج تصفيات كاس العالم مع افريقيا، وبيقسموا الفرق ل 12 مجموعة بيلعب كل فريق ماتشات رايح جاي، علشان في الدور اللي بعده بياخدوا اول كل مجموعة واحسن 8 تواني من ال 12 مجموعة، فيبقى عندنا في الدور اللي بعده 20 فريق بيتقسموا ل5 مجاميع، كل مجموعة فيها 4 فرق، بيلعب كل فريق في مجموعته ماتشات رايح جاي، والبطل بيتأهل لكاس العالم افريقيا، الى جانب طبعا المركز الثاني والثالث هم كمان بيتأهلوا افريقيا. علشان يتكون عندنا افريقيا 15 فريق الى جانب المستضيف انجولا. بتبدا مصر مرحلتها الاولى في التصفيات في مجموعه بتضم ملاوي وجيبوتي وجمهوريه الكونغو، وبتقدر مصر هي تكسب 5 ماتشات وتخسر ماتش وحيد قدام ملاوي، وتتصدر مصر مجموعتها ب 15 نقطه. بعدها بتخش مصر مرحلتها الثانيه في التصفيات في مجموعه بتضم الجزائر وزامبيا ورواندا. ولكن بتكون بدايات مصر للاسف مش احسن حاجه، رغم ان كل الناس كانت متوقعه ان بعد اداء مصر في المرحله الاولى ان هي تخش تكسر المرحله الثانيه، والكل كان بيقول لك المنتخب ده هيتاهل لكاس العالم بسهوله جدا، ده احنا واخدين 2 افريقيا ورا بعض. ولكن بتتعادل مصر في ماتشها الاول ضد زامبيا وتخسر ماتشها الثاني ضد الجزائر 3-1، علشان تكون بدايه كارثيه على منتخب مصر في حلم الوصول لكاس العالم لاول مره من سنه 90. ولكن لحسن حظ المنتخب المصري ان هو بيروح يلعب كاس العالم للقارات في جنوب افريقيا، فبياخد بريك كده شويه من تصفيات كاس العالم، يمكن ربنا يفتحها عليهم لما يرجعوا. والبطوله دي بالذات هترجع المنتخب المصري لطريقه الصحيح، وهيكون فيها شويه مفاجآت عنب. بتدخل مصر دور المجموعات في كاس العالم للقارات في مجموعه فيها البرازيل وامريكا وايطاليا. ما شاء الله استفتاحها كده معانا بطل كوبا امريكا 3-0 على الارجنتين في النهائي وبطل العالم ايطاليا. بتبدا مصر ماتشها الاول في دور المجموعات ضد البرازيل في ماتش ما كانش فيه ولا واحد مصري متوقع الاداء اللي عملته مصر في الماتش ده انت بتلعب قدام البرازيل في ماتش رسمي مش ودي، فاكيد هتنزل تخسر وتطلع. ولكن في الحقيقه مش ده اللي حصل خالص. مع بدايه الماتش بيجيب كاكا الهدف الاول للبرازيل، وعلى طول بيرد عليه زيدان بالتعادل لمصر. ولكن بعدها بتضغط البرازيل وبتقدر ان هي تخلص الشوط الاول بنتيجه 3-1. وبنيجي مع بدايه الشوط الثاني والكلام ده كله بيتغير، بيدخل محمد شوقي يجيب الهدف الثاني لمصر، وبعدها بدقيقتين بيجيب زيدان الهدف الثالث لمصر علشان تتعادل مصر مع البرازيل في النتيجه 3-3. وهوبا رجعت مصر في الماتش قدام البرازيل، ومع اخر الماتش بهفوه من الدفاع المصري بتتحسب بيها ضربه جزاء للبرازيل، بيدخل ريكاردو كاكا ويجيب بيها الهدف الرابع للبرازيل، وتفوز البرازيل بالماتش 4-3 في ماتش مفيش ولا واحد مصري هينساه. المنتخب المصري في الماتش ده لعب احلى كوره انت ممكن تشوفها. احنا في الماتش ده كنا ند بند قدام البرازيل. انت بتتكلم على جيل برازيلي قدر ان هو يكسب الارجنتين اللي فيها ميسي وريكيلمي 3-0 في النهائي، فاللي عملته مصر قدام البرازيل في الماتش ده كان انجاز مش طبيعي. بعد الماتش ده المعنويات بترجع هوب 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 تاني في السما، رغم ان احنا خسرين اصلا الماتش. انت متخيل ان كاكا يطلع بعد الماتش يقول لك الفراعنه عملوا اداء حلو قوي ويستاهلوا اكتر من كده؟ احنا مش قليلين برضو. بتدخل بعدها مصر ماتشها التاني ضد ايطاليا بطله العالم 2006 علشان تعمل مصر مفاجاه عايشين على حسها لغايه دلوقتي. الماتش لو اتعاد تاني 100 مره انا متاكد ان ايطاليا هتكسب مصر في ال 100 مره وبسكور كبير جدا. الماتش ده بيتلخص في تالق لعصام الحضري اللي شال فرص كتيره جدا من الهجوم الايطالي، ورأسيه من محمد حمص اللي جاب بيها هدف الفوز لمصر على ايطاليا علشان تفوز مصر على ايطاليا. ومن بعدها المعنويات تبتدي ترتفع فوق قوي 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 اكتر من ماتش البرازيل، وتكون مصر في الماتش الثالث محتاجه للتعادل قدام امريكا في حاله ان ايطاليا خسرت من البرازيل. وده اللي بيحصل فعلا، لان البرازيل بتقدر تكسب ايطاليا 3-0 ولكن مصر بتخسر هي كمان قدام امريكا 3-0 في ماتش غريب قوي. علشان تخرج مصر من البطوله من دور المجموعات بعد ما قدمت اداء قوي جدا وكانت خلاص قربت توصل للمربع الذهبي، بترجع مصر تكمل طريقها في
التصفيات المؤهله لكاس العالم بعد الاداء الخرافي اللي عملوه في كاس القارات. وطبعا مع الاداء ده المعنويات بترجع فوق قوي، بنقول مصر هي اللي هتوصل كاس العالم. وبتبدا مصر بالفوز على رواندا رايح جاي، وبعدها بتكسب زامبيا علشان توصل مصر ماتشها الاخير في دور المجموعات اللي هيتلعب قدام الجزائر في استاد القاهره. وتكون مصر محتاجه ان هي تكسب باكتر من هدفين عشان تتاهل لكاس العالم على طول، او ان هي تفوز بفارق هدفين على الجزائر عشان تتاهل لماتش فيصلي ضد الجزائر. ده طبعا بيكون في مصلحه المنتخب الجزائري وبيحط ضغط كبير قوي على المنتخب المصري، لانك لازم تلعب جوه ارضك وتكسب 2-0 او اكتر ما يخشش فيك جول. فانت مطالب بالهجوم دايما، وتخلي بالك انك لو دخل فيك جول هترجع تاني لنقطه الصفر. والموضوع اصلا ما كانش مشكله ماتش، الموضوع ليه بعد تاني سياسي، لان ببساطه الدولتين دول في الوقت ده كان في بينهم مشاكل سياسيه، وكمان حافله المنتخب الجزائري وهي داخله بيترمي عليها حجار. فالماتش بيكون على صفيح ساخن من قبل ما بيبدا الماتش في استاد القاهره في حضور 75,000 متفرج، وبقيه الناس قاعدين بيتفرجوا قدام التلفزيون يا اما قاعدين بيتفرجوا على القهاوي. ومع الدقيقه 3 بيجيب عمرو زكي الهدف الاول لمصر عشان يولع استاد القاهره، وبعدها بيفضل الماتش على كده، والجزائر بتدافع دفاع مستميت من بتاع اركن الاتوبيس ورا، لغايه ما اللعيبه والناس كلها بتيأس ان مصر ممكن تجيب هدف تاني في الماتش ده، وكل يقول لك خلاص حلم الوصول لكاس العالم ضاع وانسى. ومع الدقيقه 95 بيجيب عماد متعب الهدف الثاني لمصر براسيه، علشان فجاه كل حاجه تتقلب ويكون في فرحه هستيريه في مصر كلها، ويخلص الماتش 2-0 لمصر، ويرجع تاني للمصريين حلم الوصول لكاس العالم. الله يا بلادنا الله. بتدخل مصر ماتشها الفيصلي ضد الجزائر في السودان، ولكن الماتش ده قبل ما يكون ماتش كوره هو خناقه كبيره جدا ما بين الجماهير بره الملعب. الجماهير بتضرب بعض، رؤساء الاتحادات ما بيسلموش على بعض، وجماهير مصابين وحاجه كده اخر حلاوه. علشان يبدا الماتش مع الدقيقه 40 تجيب الجزائر الهدف الاول، وتبدا الجزائر بدفاع مستميت وتركن الباص قدام الجول، وتفضل مصر تحاول للتعادل، ولكن الماتش بيخلص 1-0 للمنتخب الجزائري، ويضيع حلم وصول مصر لكاس العالم 2010. بتدخل بعدها مصر تحضيراتها لكاس الامم الافريقيه 2010، ولكن هل ضياع كاس العالم هيضيع من المصريين افريقيا ولا ايه اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه مع الجزء الرابع من حكايه الجيل الذهبي لمنتخب مصر. ولكن طبعا الاهم انك ما تنساش اللايك والسبسكرايب والفولو، وروحوا اتفرجوا على حكاياتنا القديمه. سلام.